انا بس عايز اعرف لحد امتى هيفضل التحكيم بنفس العبط والعته بتاع كل مره، ونفس الكلام اللي بيخسرني ماتشات وبرجع يقول لي اصل مش عارف ده بيطبلوا لك في التحكيم ومش عارف ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخواتي الكتالونيين اللي قاعدين مستنيين البطوله السادسه من دوري ابطال اوروبا اللي بقالها كتير قوي مش عايزه تيجي. برشلونه بيخسر 2-1 من جيرونا وسط عبط تحكيمي ومافيا تحكيميه بتحصل للمره الثانيه بعد ماتش اتلتيكو، برضو حالات الطرد اللي ما اتحسبتش والجون اللي اتلغى والفبركه اللي عماله تحصل في وسط ايه. ما احنا سامعين ان من فتره قضيه نجريرا والتحكيم اللي شغال لبرشلونه، الناس اللي بتحكم لهم وكل الكلام الجميل ده. بس مباراه النهارده يعني بيوريك فعلا فرق لما يكون الحكم عايز يجي عليك بيعرف، بعيدا عن الراجل حسب لك ضربه جزاء وكل الكلام ده انا ما يشغلنيش. انا اللي الوقت في قرار انت كان المفروض تاخد ناحيته اجراء ما، انت طنشت حتى يعني ما كلفتش خاطرك ورحت مثلا بصيت على الفار وبصيت على الكوره شفت مثلا، ولا يعني مثلا غرفه الفار مثلا ما ادتش على الحكم ان هو يشوف، والحكم ما شافش الكوره من الاول، الكوره واضحه قوي يعني ان هو داس على رجل الراجل. يعني برواز مش مفهوم ايه اللي حصل جواه. بس بعيدا بقى عن حته التحكيم، تعالى بقى بص على الاداء بتاع الفرقه اللي بيوريك قد ايه انت بتلعب النهارده قدام فرقه يعني بتصارع على الهبوط في المركز ال 15، ما كسبتش اخر 3 ماتشات ليها ما عرفتش تكسبهم، جت كسبتك انت. اتلتيكو مدريد اللي شايل 3 من رايو فايوكانو جيت داك 4 في ماتش سوبر ولا في ماتش كاس، فده بيوريك قد ايه انت دفاعك لا بدأ ينزل 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 جامد، ومش تفهمش ايه اللي بقى بيحصل النهارده. اتفرج كده على دفاع برشلونه، الراجل يعني فليك بيلعب بدفاع متقدم عشان هو فاهم دي فرقتي انا عارفها وفاهم التركيبه دي، لو لعبوا مان تو مان انسى ما حدش فيهم يقطع كوره. الراجل النهارده بيعدي من وسط 3 بياخد الكوره وبيلم وبيستلم وبيعدل وبيحضر وبيشوط وسط دفاع برشلونه اللي واقف بيتفرج عليه وبيحلق عليه. ما تفهمش يعني الفكره فين يعني، بعيدا عن الجونين اللي دخلوا. وان جارسيا كده كده احسن لاعب في المباراه واحسن لاعب في برشلونه، والراجل شارك في كميه كور يعني بالعبيط، كميه كور الراجل ده بيشيلها كور غريبه. فالواحد صعبان عليه ان الحارس ده قدامه طقم الدفاع ده اللي مش فاهم دماغه، ما تفهمش دماغه عامله ايه. بتجيب جون مفيش دقيقتين ما بتلحقش تلفت وشك بس حتى تتنفس، يعني اللي قام احتفل ما لحقش يقعد. الهجمه اللي بعدها على طول واحده بام جون خلاص. هو لعب الكوره لامار ده مش فاهم لسه بيلعب لحد دلوقتي ليه، هو كمان واقف لي في ال 18 لوحده خالص، حط الكوره خلاص يا جاله سهل قام حاطها جون. مش محتاجه حد فنان ولا حد مثلا ايه يكون عيل مضقرب، دفاع تايه، الكره اتلعبت دفاع تايه محدش شايف حاجه. الجون التاني الراجل بيعدي وبتاع بيدوس على رجله كوندي وبيكمل والكره بتتلعب والراجل بيعدل وبيحط وبيلم وبيشوط كده والدفاع واقف بيتفرج عليه في وسط يعني توهان شوط اول. انت النهارده بتلعبه تسرع كل كره بتيجي عايز شوت مفيش غير كوره رافينيا اللي اتلعبت والراجل حطها في العارضه، ورافينيا يعني من الناس اللي انا بشوفها ما ينفعش يطلع، يعني حتى الراجل لو مثلا بيطلع عشان يريحه، الراجل ده خروجه بس من الملعب بيدي الفرقه الثانيه بيخليها تشم نفسها، تشم نفسك بيبقى الملعب تحسه فيه حريه. بعيدا عن لامين النهارده اللي عمل مباراه مش سيئه، بس الراجل دخل ضيع لك ضربه جزاء فبتهد اللي انت بتعمله. انا عايز تخليص ضربه جزاء في اخر ثانيه في الشوط الاول تفرق معاك موت، تخرج بيها الشوط الاول كسبان 1-0 احسن ما تخرج متعادل وتنزل. اصلك هتنزل متعادل قدام فرقه زي دي، اديك انت جبت جون هم بعدها على طول قاموا جايبين في الجون، فانت انك تجيب ضربه جزاء زي دي وتطلع الشوط الاول كسبان 1-0 دي حاجه تفيدك انت وتديك ثقه الشوط الثاني تنزل هم خلاص مثلا بيهاجموك انت بتخش تديهم الثاني ولا حاجه خلاص تكبتهم، لكن تديهم فرصه وتخش تضيع ضربه جزاء برضه حاجه مش مفهومه. لامين يبقى هو رقم 1 في تسديد ضربات الجزاء وانت عندك واحد زي رافينيا بيخش يحط راجل كور موجهه وكور صاروخ بتتحط في الجون شومه، وسط ده كله مثلا لامين هو اللي بيحط ضربات الجزاء وهو اللي بيشوط الفاولات. يا جماعه لامين موهبه وجامد وكل الكلام ده، بس هل هو يعني دلوقتي دي الحته بتاعته انها اديله ضربات الجزاء؟ مش عارف الصراحه. يعني قدامك الناحيه الثانيه مدريد اللي كل مثلا ماتش بيجي له 8 9 ضربات جزاء ولا حاجه، هو عنده واحد بيخش يحطها جون، هم عايشين عليه ده اكل عيشهم. فانت ما في يعني ربنا بيكرم كده كل فين وفين لما بيجي له ضربه جزاء فما تخش تضيعها بقى في ماتش زي ده. اصلا انت محتاج، وانا قلت قبل الماتش مش محتاجه عبط، ماتش مش مستحمل اي غباوه. الغباوه هنا ما بقاش فيها. انت قاعد مستني ريال مدريد اصلا، هم قاعدين مستنيين قاعدين عاملين لك كده ومستنيك تقع، وانت بسم الله ما شاء الله النهارده مش ما وقعتش، يعني هم مستنيك تتعادل. انت النهارده بقى اديتهم بقى خد دي من عندي بقى، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده خدوا خساره، فانت خريتها خالص بدل ما اطلع بمكسب قدام جيرونا يعني واقعين خالص. حتى دفاعهم في اول ماتش كان فاضي. لامين راح في كوره في الشوط الاول برضه عاوز يحطها لوب، يا عم خلص
يا عم استعرض بعدين، مش وقت استعراض، استعرض لما تبقى كسبان مش لما انت محتاج الجون. انت 0-0 وانت خلاص شايف دفاعك بسم الله ما شاء الله كل شويه واحد رايح جاي عليه، فيعني انت مش مستحمل حط جون عشان لا تلبس واحد قدامه ولا حاجه. هي اللي هو ده اللي حصل. خلاص انت جبت جون حطه فيك الاول، حطه التاني، انسى بقى انك تيجي ونقعد بقى يعني يدفعوا لك ب 22 لاعب. فهي مش مستاهله ان انا اقعد اضيع واعمل واتقل ويبقى قدامي القرار ان انا باص الكوره الاقي نفسي بهطل وبفضل واقف بفكر. مش لازم ان الكوره كلها بتتلعب ناحيه لامين يا عم، تلعب الناحيه الثانيه، العب الناحيه الثانيه. مش لازم ان الكوره تروح هناك. هم خلاص فاهمين قافلين هناك، يعني حتى قافلين هناك وسايبين الناحيه الثانيه فاضيين، احنا برضو بنلعب هناك اللي هو خلاص هناك الزحمه نلعب في الزحمه. مش فاهم بتشيل النهارده وبتخسر النهارده ماتش، يعني انا شايفه مش صعب في ماتش في المتناول، يعني حاجه غريبه. وقلنا قبل الماتش يعني لو انت هتعمل بقى روتيشن وعايز تبدل وتطلع واحد وتنزل مكانه واحد، الاولى ان كانسيلو ينزل. انت شايف ان اصلا كوندي الدنيا معاه واقعه، نزل كانسيلو بقى، ما ركنه بره اللي انا مش فاهم. يعني انت ليك ساب كانسيلو بره، احنا جايبينه عشان نقعده دكه؟ يعني استنفع بيه مثلا الفتره اللي هو جاي يقعد معاك فيها، استنفع بيه يا راجل فيها، ما تقعدوش بره وتسيب لي كوندي بقى جوه ومش عارف مش عارف ايه وكوره نلبس بسببها جون. خلاص هو خلاص حسب لك ضربه جزاء هيعوضها لك بقى الشوط الثاني وحاوب قام ملبسك جون واضح ان هي الكوره يعني مش محتاجه ان انا اروح اشوف الفار ولا حاجه، داس على رجله دوسه واضحه، والراجل الحكم طول الماتش عمال يعمل لهم كده قوم مش هيحسب لك حاجه، هي معروفه خلاص اتطبخت وشكرا. عشان ما يطلعش واحد يقول لك اصل بص لما بيخسروا يطلع يقول لك التحكيم، لما مش عارف يطلع يقول لك التحكيم، كل اصلا ما حد فيهم يعمل اي خاريه يقوم جاي يقول لك بص ده احنا لينا اوت، ده احنا لينا مش عارف ايه، كله بيطلع يغني ويطبل ويقول لك اصل مش عارف بيلعبوا مع دول ودول بيحسبوا لهم والتحكيم في صفهم. طب كان في ماتش من اسبوعين ثلاثه الحكم كان هيجي يقوم في برشلونه، الحكم كان هيحتفل، الكاميرا جابتك الحكم كان هيحتفل. شفت العبط وصل لحد فين؟ يعني شوف انت رايح لحد فين. دي حاجه يعني انا بصراحه مش فاهمها. اما كل ده التحكيم ده بكل الخري بتاعه ده بيقول لك التحكيم بيحكم برشلونه، امال التحكيم بقى لما بيحكملناش بقى كان عمل فينا ايه؟ يعني كان بدأ الماتش بمكسب ليهم مثلا ولا بجونين ليهم؟ فدي حاجه مش مفهومه من حته التحكيم ومن حته ادائك انت شخصيا بقى. لا ادائك انت شخصيا بسم الله ما شاء الله عليه يعني يشرف بامانه الاداء ده، واحنا عمالين نغني بقالنا من ساعه ماتش اتلتيكو على ان احنا نعمل ريمونتادا. بالاداء ده انت هتعمل ريمونتادا؟ انت مش هتجيب جونين حتى، بدفاع اتلتيكو الميت اللي هيلعبك بيه ده هيوقف لك 50 لاعب في الدفاع، عمرك ما هتكسب. لو احنا بس مستني بس ان احنا نروح نعمل ريمونتادا ولا حاجه بالاداء ده وبنفس الغباوه دي مش هتعمل. انت خلاص انت معتمد ان هدي الكره لامين هو يقعد يحنكش، خلاص الكره اتقطعت. ما هو فاهم اللي هيحصل برضه في ماتش اتلتيكو نفس الكره ادي لامين وهو خلاص هو حافظ تك خش شيله. والحكم برضه طول الماتش عامل عبيط وله تدخلات غبيه، برضه الحكم عامل اعمى وما بيشوفش برضه نفس الكلام. فانت هتعتمد على لامين، هم خلاص فهموا قريوا على لامين، هتلعب على لامين يا باشا في الهالك اقعد. هو لامين بقى لما بيلاقي نفسه عدى واحد والتاني يبدا بقى خلاص يستعرض الكره بتضيع. لا اما نلعب واحده اي كلام، لا اما نشوط والزاويه مقفوله والزاويه مفتوحه بنروح مباصيين مثلا او بنلعب كره في ال 18. بحس ان انا بتفرج على الاهلي نفس الغباوه، لما الفرقه بيصيبها مرض الغباء بتلاقي هم نفس الفرقتين، حتى في الركنيات نفس الغباء مفيش اي جديد. فانت ماتش اهو بسبب الغباوه وبسبب ان قرارات اللعيبه نازله باين. يعني احنا قلنا خلاص بقى انت هتنزل الماتش ده عندك دافع في ماتش اتلتيكو انت شايل 4 وطالع بفضيحه، وشوط تاني اصلا يعني هم سايبين لك الكوره طول الشوط التاني في ماتش اتلتيكو انت ما عملتش بيها حاجه. انزل بقى عوض الصداره بتاعت الدوري، ما تضيعش دوري وما تضيعش كاس. يعني ما تخليش بقى ايه النصايب ما بتجيش ايه تيجي لوكشه كده مره واحده، يعني مش لازم تيجي كل لوكش كده، لا يعني خلي حاجه فاتحين نفسنا من حته وقافلينها من حته ثانيه. هنروح نشيلها في الكاس ونطلع بفضيحه ونخسر ويا عالم هتعرف تكسب اتلتيكو ولا مش هتكسب. وبعد كده هنيجي هنا نلاقي نفسنا بقى خلاص خرجنا من الكاس، اجي بقى اقعد بقى اجري ورا مدريد بقى واستناه يقع بقى ولا استناه يتنيل، استناه بقى ويا عالم هو لو وقع انت هتعدي ولا مش هتعدي اصلا. ما انا مش شايف اداء ولا مهاجم، المهاجم بتاعي مفيش. فران توريس النهارده مولاي كما خلقتني، خلاص انت بتلعب ناقص، انت عارفين بتلعب ناقص كذا لاعب، لا طقم دفاعك عارف يدافع ولا الهجوم بتاعك الناحيه الثانيه في واحد عارف يجيب لك جول. المهاجم بتاعك الصريح مفيش. صوره جايه من عند رافينيا اللي لسه راجع من اصابه والراجل قام مطلعه وسحبه عشان عارف مش عايز يخاطر بيه، بس هو هي كده. ما هي سبحان الله هي ليها قاعده، انا مش عايز اغامر بواحد بس هو سبحان الخطوره كلها جايه من عنده. لامين هم عارفين ان ده هيقعد يرقص ويقعد مش هيمسكوه قافلينها عليه ميه ونور. اي لاعب من برشلونه النهارده بيجي له الكوره عبال ما بس بيفكر يلم ويعدل بتكون الكره اتقطعت منه كبسه على طول الكره بتتاخد منه. الناحيه الثانيه بتلاقي الكره بيقعد يحرجم ويلف وبتاع ويطلع التليفون يكلم واحد صاحبه ولسه ما حدش اصلا مفكر يخش عليه، بيفضل يرجع له. هو انتم متعلمين الدفاع غلط؟ يعني انت هتفضل ترجع له لحد ما يدخلك ال 18. نفس الحركه الغبيه بتاعت الدفاع، يبقى واحد لاعب داخل عليه يفضل يرجع بضربه لحد ما يدخله ال 18 يلبسه ضربه جزاء مثلا ولا يلبسه اي خرا. فهو بتخسر تطلع من الكاس، وادي النهارده اهو بتضيع الصداره
وبتديها لمدريد بكل اريحيه من غير ما اي تعب، من غير اي حاجه، من فرقه يعني في المركز ال 15 و3 ماتشات على التوالي ما كسبوش. انت بتديهم بتمكنهم ان هم يكسبوا، مش جامدين ولا اي حاجه، هم فرقه خليانه وتعبانه اصلا، بس برضه زي ما بقول كل مره انت اللي بتسمح لفرقه اقل منك انها تعمل عليك ماتش وانها تعمل عليك لقطات وان انت تسيبهم. ولولا جارسيا النهارده انت كنت شلت فضايح الفضايح، الراجل شايلك وشايل كام كوره يعني اجوان مؤكده. فانت وسط ده كله يعني طالع ب 2-1 وهو شايلك كمان، فانت يعني الدنيا معاك على الواقع خالص. انت اي ماتش هتقابله في الابطال ولا في ماتش جامد احنا كده خلاص شكرا، يعني كده انت خلاص انت خرجت من الكاس، الدوري بقى التاني، هو ربنا يعلم بقى اللي هيحصل بعد كده. وبعد كده خلاص بقى عندك ابطال بقى. انا عن نفسي حته الابطال دي مش عارف، حتى الاول كنا بنقول مثلا الدفاع الميت ده قدامه هجوم جامد بيعرف يسجل، بقى لنا كام ماتش واقعين بنعافر عند الجون، مش عارفين بنعاني قدامي عشان نجيب جون، فدي حاجه برضو مخليك تقلق. انت مع وسط كل الحنكشه دي والحرجمه دي والدفاع اللي عندما قفل عليك انت كده عطل، والمهاجم اللي مفيش مهاجم مثلا عارف مثلا يعمل لك الفرق قدام الجون، فانت هتلاقي نفسك واقع. دفاعك كده كده مش شايلك، هجومك كده كده ما بيسجلش. فهو اسبوع باين، اسبوع كروي بيبقى باين كده من اوله. يعني الاهلي اتعادل وبرشلونه خسر والاداء زي الزفت. يلا بقى يلا خليها ما تجيش منك انت كمان، اعمل بقى لايك واعمل اشتراك عشان تشوف بقى الحلقات الجايه. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. سلام.